ازيكم يا كل اصحابنا. هنشوف دلوقتي الحدوته الحلو. ما تنسوش تعملوا لايك من الصباع اللي فوق، اشتركوا في القناه بالكلام الاحمر اللي موجود تحت الفيديو. مش قادر اعيش في الغابة دي كده، انا عايز اكل اكل كتير. اعمل ايه؟ لازم اخرج من هنا وادور على اي حيوان واكله ماما. يا لهوي يا لهوي. كلتهاي بس لسه جعان، لازم ادور على اكل تاني. ايوه هشوف اولاد الحيوانات الصغيرين وهاكلهم كلهم. هاي تعالي هنا. تعالي لازم امسكك. سيمبا يا ابني، ما شفتش في الفرخة بنتي؟ انا مش لاقياها. ما ترد عليا يا سيمبا، عمال تلعب ومكبر دماغك وكمان بتضحك عليا. طب والله اللي راح اقول لباباك. ايه الفرخة الرخمة دي؟ هو انا كلمتها ولا شفت بنتها دي اصلا؟ ايه ده؟ انا كنت قاعد بلعب وهي اللي جت كده رخمة تقول لي فين بنتي، وانا مالي انا فين بنتها؟ بتعمل ايه يا فلافيل؟ سيبني يا بغبغان، بحاول ابص اشيل اسكار واتدرب. ما قدرتش. ايه ده؟ طيب بص انا ما نرقص كده بقى يا بغبغان ونسيبنا من الرياضة دي خالص. ايه رأيك يا صاحبي؟ رأيي ان انت هايف والله، مش لاقي حاجة تعملها فبتحاول تعمل اي حاجة ومش عارف. ايه ده؟ ايه اللي جاي من هناك ده؟ اللي انا شايفه ده بجد؟ ايوه دي الغوريلا المجنونة، يبقى انا لازم اجري بقى. ايه ده؟ في ايه يا سيمبا؟ مالك جاي بتجري كده ليه؟ اسكت يا بغبغان، لحسن انا شفت الغوريلا الكبيرة وهي جاية وعايزة تاكل الحيوانات، بتقول هاكل الحيوانات الصغيرة، فانا خفت وجريت بسرعة. لا ما تخافش، انا دلوقتي هدخل على اللابتوب بتاعي وهجيب اي حل للموضوع ده. لازم احل الموضوع ده واشوف الغوريلا دي ايه حكايتها، همشيها ازاي. طيب انت ادخل على اللاب بتاعك وشوف هتعمل ايه، وانا هروح دلوقتي لبابا عشان ابلغه باللي حصل ده بسرعة. ايوه انا دلوقتي هبحث على اليوتيوب واشوف ازاي طريقة ان انا امشي الغوريلا الشريرة دي من الغابة. انت بتعمل ايه يا بغبغان انت؟ وجبت منين البتاع اللي معاك ده؟ انا بعمل سيرش بقولك ايه، ابعد عني دلوقتي يا سكار. ايه السيرش ده يا ولا؟ انت بتعمل ايه وجبت البتاع اللي معاك ده منين؟ ما ترد عليا. جبته من مطرح ما جبته، كان في صيادين جم في الغابة قمت انا سرقته منهم وطرت بعيد، ومن ساعتها فهمت قيمته. سيبني بقى عشان اطلع طليعة كيفية ازاي نتخلص من الغوريلا الشريرة دي اللي موجودة في الغابة دي، عايزة تاكل اطفال الحيوانات كلها. امشي روح اطمن على عيالك يا سكار. ولادي حبايبي، الحمد لله ان انتوا بخير يا حبايبي. مالك يا بابا؟ في ايه؟ احنا بخير. طيب كويس، اصل الغوريلا المتوحشة هربت من الكهف بتاعها وحالفة لا تاكل اولاد الحيوانات كلها، وانا خفت عليكم لما عرفت، والبغبغان قال لي قلت لازم اجي اطمن عليكم. كويس ان انتوا بخير يا حبايبي. ارجع بقى لماما، الحمد لله جيت من المدرسة. بقيت حيوان اما اكله. يم 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 يم، شبعنيش مش قادر، جعان. بابا شفت اللي حصل في الغابة؟ عرفت ايه يا سيمبا؟ انا سامع صريخ ومش عارف ايه اللي بيحصل، قولي بسرعة. الغوريلا المتوحشة يا بابا خرجت من الكهف بتاعها، شكلها كده جعانة جدا، وبعدين ايه ماشية عمالة تاكل في الحيوانات الصغيرة. انا شفتها جريت بسرعة وقلت اجي اقولك. يا نهار ابيض، دي قوية جدا وانا مش هقدر عليها لوحدي. خلي بالك من الغابة يا سيمبا، انا هروح اشوف مين هيساعدنا وهاجي تاني. يا ربي، عمال ادور ازاي طريقة اعمل ايه في الغوريلا، بتطلع لي طرق عجيبة. انا دلوقتي لقيت الحل ان انا احاربها بسيفي. ايوه هروح واضربها بالسيف بتاعي. هروح دلوقتي هقول لي سيمبا ان انا لقيت الحل ده. سيمبا الحقني، بنتي ما رجعتش من المدرسة، الحقني انا خايفة لا تكون الغوريلا اكلتها. ما تخافيش يا أرنوبة، روحي بس بيتك دلوقتي وبابا هيجيب لنا حل، وإن شاء الله بنتك ما تبقاش اتاكلت.
مش عارف انا اعمل ايه اصلا لما انا اصلا كنت هتاكل. طيب يا رب بابا يرجع بسرعة ويبقى معاه الحل بقى. ايه ده البغبغان جاي من هناك اهو، يا رب يبقى لقى حل. لا ايه ده الحل يا سيمبا؟ سيفي ده هو الحل. انا دلوقتي هاخد سيفي ده واروح اشوف فين الغوريلا واضربها بيه واموتها ويبقى الموضوع خلص خلاص. انت بتهزر صح؟ اكيد بتهزر. سيفك ايه اللي قد النملة ده اللي هيضرب الغوريلا؟ يا عم اسكت حرام عليك، دي ممكن تاكلك انت اصلا. اقعد ساكت بقى يا بغبغان، وانا غلطان ان انا اعتمدت عليك. خليك جنبي هنا بقى اما نشوف هنعمل ايه لحد ما بابا يجي. غزالة، هو صحيح الغابة فيها غوريلا ولا ايه؟ ايوه في غوريلا. يا سلام، ودي هتاكلنا بقى كده ولا ايه؟ ايوه يا اخويا خليك انت في المي. طيب انا فعلا هخليني في المي. طيب مع السلامة. اشربي بقى وكفايه شرب وامشي. يا سبايدر مان، كويس ان انا لقيتك. انا بقالي كتير عمال اجري في كل الغابات ادور عليك. كويس ان انا لقيتك، انا محتاجك ضروري. خير يا ابو سيمبا، في ايه؟ مالك جاي بتجري كل ده ليه؟ ايه اللي حصل؟ الغوريلا المتوحشة خرجت من الكهف بتاعها وعايزة تاكل صغار الحيوانات كلهم. الحقني الحقني يا سبايدر مان، انت الوحيد اللي تقدر عليها بخيطك العنكبوتي. خلاص ماشي، هاجي معاك طبعا. احنا ممكن نعدي على الديناصور سوبرمان ناخده معانا في سكتنا لو تحب. يا ريت لو هو هيرضى، تعالى نروح نعدي عليه وناخده معانا. يا سلام على النوم فوق جذع الشجرة او اللعب كده. يا سلام يا سلام. ايه اللي جاي من هناك ده؟ دي الغوريلا المتوحشة، يا لهوي اما اجري. ديناصور سوبرمان، احنا جايين لك في مهمة قوية جدا. خير يا سبايدر مان، ايه اللي جابك انت وابو سيمبا مع بعض؟ الغوريلا المتوحشة هربت في الغابة عندي ومحتاجكم عشان تقدروا تمسكوها. طيب يلا بينا. ياه، انا هعمل ايه لوحدي؟ انا دلوقتي عرفت قيمة اخويا لما كان موجود في الغابة، كان هو اللي بيحمينا، وهو مش موجود. انا خايف جدا. ان شاء الله يجي ويبقى معاه الحل عشان الغوريلا المتوحشة دي ما تاكلناش وتاكل عيالنا. انا خايف جدا جدا. يا ربي، هعمل ايه؟ ابص كده نظرة على الحيوانات، بس انا خايف. انا هدخل بيتي. جعان، لازم الاقي حيوانات اكلها. تكرمين يا غوريلا، انا سوبر ديناصور وجيت لكم معايا سبايدر مان. يلا هتمشي من هنا ولا هنضربك؟ انتوا ما تقدروش عليا. طيب احنا هنوريك هنقدر عليك ولا لا. خدي بقى يا غوريلا، خدي. خدي بقى يا غوريلا. خدي بقى يا غوريلا. خلاص انا حرمت، انا همشي من هنا دلوقتي حالا. الحمد لله ان احنا مشيناها من الغابة، وكده الغابة هترجع لابو سيمبا في امان. يلا نروح نفرحه.